السلام عليكم، معاكم طارق البدري. النهارده ان شاء الله معانا فيديو جديد في المنظومه بتاعه الانجكشن الخاصه بالسنسور والحاجات اللي متعلقه باستهلاك البنزين. آه، كنت عملت فيديو شرحت فيه حساس الكرنك، وفيديو تاني شرحت فيه حساس عمود الكمام. الموديل ده من العربيات ما فيهوش حساس عمود كمام، هي والنسخه المانيوال. طيب، حساس عمود الكرنك هو بيحدد الاشاره اللي تروح انهي كويل من دول يطلع شراره للبوجيهات. طب الشراره دي بتيجي ازاي؟ الفكره هنا دي الموبينه اللي بتطلع الفولت عالي، من خلاله البوجيه بيخرج الشراره، بيبقى راكب فيها بالطريقه دي. عشان بصور بس بايد واحده، بيبقى راكب بالطريقه دي في العربيه. طيب، فكره عمل الموبينه دي ايه؟ الموبينه بتبقى راكبه في العربيه بالطريقه دي، هي والبوجيه بتاخد فولت قليل 12 فولت، اللي هو كده كده عندنا البطاريه بتطلع 12 فولت، الدينامو بيطلع 13 و8 من 10، 14 و1 من 10، في عربية 14 ونص. فده فولت قليل جدا، فاحنا محتاجين محول ياخد الفولت القليل ده يوصله لفولت عالي جدا عشان خاطر تقدر تطلع الشرارة من البوجيه. فالقطب الموجب اللي عندنا اللي هو القطب الداخلي الصغير ده، ده عامل زي الإبرة، مش عارف ازاي طريقة كده ظهر، عامل زي الإبرة. والجزء المتني من فوق ده القطب السالب. لما الفولت بيوصل للإبرة، بينط من الابره للجزء السالب، اللي هو المتن ده، اللي هو اللي مربوط في السن ده بجسم العربيه. هتلاقي حته واحده واخد طرف ارضي من جسم العربيه. طب لما الفولت يبقى عالي هنا وقدام منه الجزء السالب دوت، يبتدي الشراره تنط عليه. لما تنط عليه ده اسمه شوط الاشعال، يحصل الانفجار شراره في غرفه مضغوطه ببخار البنزين وضغط الهواء اللي هو غني بالاكسجين. يبتدي يحصل الانفجار، ويبدا صوت الانفجار البستم ينزل، وتبتدي الحركه الميكانيكيه لعمود الكرنك تشتغل. فهو الغرض من الموبينه ان هي تنتج فولت عالي، من خلاله تطلع الشراره من البوجيه. طيب، ده شكل من اشكال الموبينه، لكل بوجيه موبينه. في عربيات تانية بيبقى لكل بوجيهين موبينه واحده، موبينه هنا وموبينه هنا، مثلا زي العربيه الاريزو 5، زي العربيه مثلا لانسر بومه. في عربيات بيبقوا الاربع مباين دول عباره عن مشط بينزلوا رشق كده في قلب العربيه، زي مثلا الشيفروليه كروز. بعض العربيات البيجو 301، السترون السي ال زي، بيجو 307. في عربيات تانية بيبقى عباره عن مبينه خارجيه باسلاك. دي بتبقى لكل بتبقى المبينه راكبه مثلا زي اللوجان، بتبقى المبينه مربعه راكبه فوق، وخارج منها اربع اسلاك لاربع بوجيهات، او زي ما بتركب في الجنب هنا للانوس، او ورا في الفيرنا. ده نظام قديم شويه مش مستحب. الفكره كلها ان يبقى في وسيط بين الموبينه والبوجيه، اللي هو السلك، ودايما السلك دوت بيبقى فيه مقاومه وبيأثر على الشراره تبقى ضعيفه. افضل حاجه بتبقى الموبينه بتبقى مباشر على البوجيه، زي ما احنا شايفين كده بالظبط كده، تبقى مباشر على البوجيه، تبقى الشراره مباشره على طول. في نفس الوقت لما بيحصل عطل انت بتغير واحده بس، ما تقدرش تغير الاثنين مع بعض، او تغير المشط كامل الاربعه مع بعض. ايه الاضرار اللي تعرف من خلالها ان الموبينه عندك بايظه؟ بتلاقي رج على الصلانسي، عزم ضعيف، استهلاك بنزين عالي قوي، دخن صوره طالعه من الشكمان. فجاه تلاقي العربيه شغاله 3 سلندر معاك، بتتلك مش مظبوطه خالص معاك. ده في حاله ان الموبينه تكون قطعت منك خالص. طب في الحالات اللي انا بغيرها دي، واحده منهم ضعيفه بتطلع الشراره من الجنب، يعني احيانا بيبقى الجزء ده بيتشرخ، مع الوقت ده بيتشرخ، فالشراره بتطلع من الجنب بدل ما تطلع من البوجيه. لما تبقى ماشي على سرعه تخرج من البوجيه، ماشي على الصلانسي تخرج من جنب الموبينه. دي كده خلاص اسمها بتضرب بالجنب، ما بتنفعش تاني خلاص. احيانا بيتحط لها مادتين، اللي هي اي وبي، اللي لونهم ابيض. ده حل مؤقت لحد لما تجيب، او انها تقطع خالص زي دي، فتضطر ان انت تجيب موبينه جديده. دي قطعه خالص، ما بتشتغلش غير على سرعه، وانا ماشي على الصلانسيه ما بتشتغلش خالص. انا حظي الجميل ما شاء الله، الحمد لله، انا الحمد لله اللي حصل ان الاثنين باظوا معايا في نفس الوقت وانا مسافر بالعربيه. يعني واحده قطعت خالص على الصلانسيه، واحده شغاله بتضرب الاشاره من الجنب.
والحمد لله ان هي جابتني على الطريق، ما بهدلتنيش الحمد لله. لما جيت قست الموضوع لقيت ان الموبينه هي اللي بايظه، فاشتريت موبينتين. مفيش غير الماركه دي اللي لقيتها في السوق، المفروض يا الاصلي يا فاليو، فما لقيتش. وللاسف دلوقتي السوق القطع الغيار في مصر بقى حاجه صعبه، يعني قطع الغيار كلها بقت مغشوشه. يعني حتى لما بتروح تجيب ماركه، التجار لما بيجي يغش بيغش الماركه، هو عارف انت رايح تجيب ايه. فاهم؟ مثلا انت هتجيب مثلا ماركه زي فاليو، بتلاقي منها مغشوش في السوق كتير. فلقيت الماركه دي في المحل قال لي دي شغاله زي الفل، وانا بتعامل معاهم بقالي فتره، ناس محترمين جدا. فجبت اتنين، ركبت واحده والتانيه اللي هي بتضرب بالجنب بسيط دي هصنفرها كويس واحط لها مادتين واحطها في علبه من دول واعينها في شنطه العربيه. حصل موقف زي كده يبقى معايا حاجه سبير في العربيه، لان الموبينه خصوصا لو انت معاك عربيه فيها موبينه مجمعه والموبينه كلها ضربت، بتبقى مشكله كبيره قوي. تاني حاجه الموبينه تاثيرها بيبقى شديد على الفتيس. لو انت عربيتك اوتوماتيك، ده كان ملخبط معايا الفتيس خالص. يعني الموتور بقى بيرفع ار عالي عشان مش قادر ياخد النقله بسبب ضعف العزم بتاع الموتور، فده كان ملخبط معايا الفتيس. اكتر سبب يدمر الموبينه الحراره، وهنلاقي الموضوع ده اكتر عربيات بتستهلك مباين المواتير الاتنين كام الكبيره بتاعت كيا وهيونداي، اللي في الكيا سيراتو والالنترا والسبورتاج والتوسان. دايما مع الحراره بتحتاج ان انت تغير مباين كتير. كل فتره وانت بتغير بوجيهات انت تكشف بس بعينك على الموبينه كده وتشوفها هل عزم العربيه معاك كويس ولا مش كويس. احيانا برضو ما بتبقاش شرط ان الموبينه تضرب من الجنب، ممكن يكون عمر افتراضي خلاص، والملف اللي في جوه الملف الداخلي اللي هنا ده بيبقى ضعيف خلاص، فبتبتدي ان هو يطلع لك اشاره ضعيفه، فبتخلي معاك العزم ضعيف واستهلاك البنزين بيبقى عالي. من الحاجات برضو اللي تعرف منها البوجيه شغال او مش شغال، ازاي تحدد انهي غرفه فيهم مفيش فيها شراره. بتفك الفيشه ترجعها لورا، بتشوف هل المكنه اتاثرت ولا لا. لو لقيت مثلا فكيت الفيشه حسيت الموتور رج جامد، دي كده شغاله معاك. لحد لما توصل لواحده منهم تشد الفيشه تلاقي الموتور ثابت زي ما هو، ما حصلش فيه اي تغير خالص. عشان تتاكد اكتر بتركب الفيشه وتفك المسمار وتبتدي تمسك الموبينه وترفعها لفوق. لازم تسمع صوت الشراره. صوت الشراره بيبقى عامل زي صوت تكتكه تكتك كده، تلاقي الموبينه معاك بتعمل تك 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 تك. لو ما لقيتش الصوت ده موجود تبقى الموبينه قاطعه. او انت بترفع، لو الموبينه بتضرب من الجنب هتلاقيها بتضرب في وش السلندر من فوق على في الجسم الالومنيا، تلاقيها ما بتنزلش على البوجيه، بتروح للمكان الاقرب ليها اللي هو جسم المكنه. في الحاله دي بتبان معاك الموبينه كانت قاطعه او ضربه من الجنب. كده انا قفلت الحمد لله الاربعه، وتاكدت ان الفيش عندي سليمه. الناس اللي راكبه نفس الموديل ده او الميجان او الفليونس بلاقيهم مش مهتمين بالعازل الحراري بتاع الكابلات. بيبقى دايما السلوك بتبقى متعريه، السلوك دي مع الحراره بتعمل عمليه مقاومه، فبتودي الفولت قليل للموبينه نفسها. دي تاثر معاك على العربيه، تخلي السحب بتاع العربيه بطيء، وتخلي عزم الموتور مش قوي، وتاثر معاك على الفتيس. فهي بتبقى مجموعه اعطال والسبب فيها الاهمال واللي عدم الاهتمام بالضفيره. انا كده قفلت خلاص وركبت كله، وربنا ييسر كده ايه ودور دلوقتي حالا ونشوف مع بعض كده الوضع هيبقى عامل ازاي. كده العربيه واقفه بقالها فتره اهي. انا كده حاليا ركبت اتنين، وان شاء الله هجيب اتنين كمان. ادام اتنين عمل فيهم، مادام العطل جه في موبيلتين مره واحده، يبقى الاتنين التانيين على وشك ان هم يبوظوا هم كمان. الحمد لله العربيه دايره منتظمه الحمد لله. الحمد لله. هبقى انزل لكم فيديو
صوت الموتور كان عامل ازاي وانا ماشي بالعربيه، يعني اول ما دورت كان صوتها عامل ازاي. صوتها كان مزعج جدا. ده كان كل حاجه عن فيديو النهارده. ليك استفسار سيبوني في تعليق وان شاء الله ارد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.